العكس ديال العلم ماشي هو الجهل، العكس ديال العلم هو ديبلوم ولا قرايه في العلوم الاجتماعيه. هذا واحد التشويه ديال النسيم طالب اللي قلق بزاف ديال الناس، وكيف كتعرفوا الهضره اللي على الاقل ما فيها شويه الصح حتى شي واحد ما يتسوق لها. قبل ما نبداو في الموضوع اجي نحدوا بالضبط الشعاب اللي تابع العلوم الاجتماعيه. كاين تاريخ، جغرافيا، علوم السياسه، علم النفس، اقتصاد، علم الاجتماع وعلم الانسان او ما يسمى بالانثروبولوجيا. القرايه في العلوم الاجتماعيه كتودي للجهل لانك تعلق بالتفكير والسلوك ديال المجتمع. الفرد تيقلب على الحقيقه ولكن المجتمع تيقلب على الاجماع، لانه الا ما كانش اجماع غادي يكون نزاع وبالتالي غادي ينهار. اذا اخر بلاصه تقدر تلقى فيها الحقيقه هي المجتمع ولا الجماعه. العلوم الاجتماعيه كتحاول تدرس السلوك والتفكير ديال الانسان، بمعنى اخر طبيعه الانسان. الا كانت المعرفه ديالنا على الفيزياء والرياضيات والعلوم ديال بصح ما متوفراش لنا شحال هذه، المعرفه ديال طبيعه الانسان بالحق كانت. هاد العلماء ديال الاجتماع اليوم كيجيب لهم الله بانهم الناس شحال هذه ما كانش كتشوف وكتلاحظ السلوك والتفكير ديال الانسان. انا نقدر نقول لك بانهم كانوا احسن منا في الملاحظه ديال طبيعه الانسان، لانهم كان عندهم تواصل مباشر مع الانسان، ما كانش عندهم هادشي اللي جا مع الانترنت بحال السوشيال ميديا والفيديو جيمز. علماء الاجتماع ديال اليوم من نيتهم كيسحب لهم انهم كيعرفوا احسن من كل شيء على طبيعه الانسان، وبوحدهم عطاو راسهم مهمه ديال التفكير في بلاصتنا، والنتيجه وانهم بانوا شي شعاب عديمه الفائده بحال الدراسات الجنسيه جندر ستاديز اللي من خلالها كيحاولوا يقنعونا بان لما ما فازكش ان الراجل ممكن يكون مراه ولا المراه ممكن تكون راجل. العلوم الاجتماعيه هي فاسده ومتحيزه سياسيا، لانه بما انها ما كتنتج والو، شي منتوج ولا شي خدمه اللي الشركات والناس تكون محتاجه كيخصها الدعم ديال الدوله، وفي المقابل كيخرجوا بافكار ونظريات اللي كيدعموا السياسات اللي كتنهج بها الدوله. مشينا بعيد شي شويه اجي نهبطوا النيفو. الا العلوم الاجتماعيه ما كتنفع في والو، علاش الناس كتمشي تقراهم؟ العلوم الاجتماعيه في الاساس كانت علوم اللي كتقراها الطبقه الارستقراطيه باش تفرق راسها من الطبقه العامله. من بعد فاش المجتمعات تنمات وطورات وغنات، الناس ولات كتقرا هذوك العلوم باش تقلد الطبقه الارستقراطيه. كيتسحب لهم الى قراو داكشي اللي قراو الطبقه الارستقراطيه حتى هما غادي يوليو اغنياء. الحقيقه هو ان داكشي كتقراه من بعد فاش كدير فلوس، لان العلوم الاجتماعيه فعلا كتوسع الفكر ديال الانسان وكتخليه يكون قيم ومبادئ انسانيه عاليه، وبالتالي كيكون مثقف عنده ما يقول. ولكن كيف شرحنا في الفيديو اللي قبل، هذوك الشعاب جاو من واحد الوقت اللي كتب المعلومات كانت نادره. اليوم كاين كلشي في الانترنت، الواحد ما يحتاجش يمشي للجامعه باش يقرا التاريخ والجغرافيا، كلشي عندك في الانترنت وفابور.